هذا ما يحصل عند وضع البصل في الأذن. هل كنت تعلم أن البصل له استعمالات عديدة عدا إعداد الطعام في المطبخ؟ إذ يمكن استعمال البصل في تنظيف الشوايات وتخفيض درجة حرارة الجسم، والأفضل من ذلك المساعدة في التئام الجروح والوقاية من نزلات البرد والحمى عبر وضعه في الأذن قبل النوم. الجميع يعلم أن للبصل أهمية وقائية كبيرة، فهو قادر على محاربة العديد من الأمراض وأعراض الإنفلونزا. لذلك نجد أن أمهاتنا يكثرن من وضعه في الطعام، خصوصا في فصل الشتاء للوقاية من نزلات البرد والحمى. لكن البصل أثبت أنه رقم 1 في الوقاية وعلاج العديد من الأوجاع، لا سيما آلام الأذن التي كثيرا ما تنزع النوم من عيوننا جراء التهابات داخلية في الأذن وأجزائها. وأثبتت التجربة أن وضع قطعة من قلب البصل داخل فتحة الأذن قبل النوم تساعد على اختفاء الآلام وعلاجها والاستيقاظ بتحسن كبير في اليوم التالي. فأخذ قلب بصلة صغيرة بعد تقشيرها ووضعها في فتحة الأذن الخارجية قبل النوم يساعد على تليين أي تراكم شمعي وسهولة إزالته، كما أنه يعمل على تقليل الالتهابات الداخلية المسببة للآلام والأوجاع. ولعلنا لسنا بعيدين عن الطب الصيني القديم الذي أثبت وضع شريحة بصل داخل جوارب ولبسها قبل النوم في الأقدام يساعد على شفاء العديد من الأوجاع والآلام بسبب مواجهة إنزيمات البصل لنقاط عصبية ترتبط بالأعضاء الداخلية والجهاز العصبي الرئيس في الجسم. فحمض الفوسفوريك المتواجد في البصل يدخل إلى مجرى الدم ويساعد على تنقية ومحاربة العدوى سواء كانت بكتيرية أو فيروسية، ذلك أن البصل يمتلك خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والفيروسات والجراثيم بشكل عام، فوضعه في أذنك أو جوربك ليلا أرخص وأفضل طريقة لمحاربة الأمراض والالتهابات التي تعجز العديد من العلاجات والعقاقير الثمينة عن علاجها.